الفيديو ديال اليوم ماشي طبيعي، حيت كيهضر على واحد الشخص في الاربعينيات اللي قدر يخطف طياره وهي طايره في السماء وبواحد الطريقه اللي ما عمرها وقعت في التاريخ، لدرجه انه البوليس والاف بي اي قالوا على القضيه باللي هي اصعب واعظم عمليه خطف في التاريخ. فشنو قصه هذا الراجل وكيفاش قدر يخطف هاد الطياره، وعلاش البوليس والاف بي اي صنفوها كاعظم واصعب عمليه خطف في التاريخ؟ فقبل ما نبداو ما تنساش حط لايك الا عجبك المحتوى، خليني معك سبسكرايب، فعل زر الجرس باش يوصلوك ديما الفيديوهات نتا الاول، ونبداو. Top, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from القصه ديالنا بدات في يوم 24 نوفمبر سنه 1971. كان واحد الشخص اللي سميتو ديبي كوبر في امريكا وبالضبط في بورتلاند، وفي ذاك النهار بالضبط قرر انه يسافر سياتل في الطياره بطبيعه الحال. وباش نحطك في الصوره، ففي ديك الوقيته ديال السبعينات فراه هاد الطياره كانت بحال الطاكسي، ما كيسولوك لا على فيزا لا على هويه لا والو، عندك التيكي غادي تطلع، ما عندكش التيكي ارى الباب جوال. المهم خونا شرا التيكي ديالو وطلع للطياره عادي، والناس اللي شافوه كيوصفوه باللي غادي يكون في الاربعينيات من العمر ديالو. كان لابس لبسه رسميه كحله وكرافاطه بحال الكرافاطه اللي غيحط لي السير مونتاج دابا، بحال ماشي انا اللي غنمونطي الفيديو راسي. ما علينا، خونا كان ضارب صباط قهوي من داك الشي الرفيع ومونطو واصل ليه حتى الرجلين، يعني طويل. السيد ما نعاودش ليك زعما ضارب حطه ديال محامي تحلف عليه حتى بعقله. وفي يديه كان هاز شكاره بحال ديال رجال الاعمال، وفي يديه الاخرى كان هاز ساشيه ديال الكارطون بحال هادي. الكرسي ديالو كان نمره 18. السيد وصل ارتاح جلس، طلب شي حاجه اللي يشربها، مرتاح واخد راحته. دا شويه ديال الوقت ويضرب 3 وهي تقلع الطياره. من بعد ما داز شويه ديال الوقت وهما في السماء، خونا غادي يعيط على وحده من المضيفات وغادي يعطيها ورقه. هاد المضيفه خدات من عنده الورقه، ولكن دارتها في جيبها وكملت خدمتها عادي بحال ما كاين والو، حيت هي غادي تكون توقعات انه بغى يكتب لها النمره ديالو ولا شي تعارف ولا شي حاجه ديال الاعجاب بحال هكا. ولكن لا، هو فاش شافت شهره الورقه ديالو وما عطاتهاش الاهميه، فقرر يعيط عليها باش تجي لعندو. وفاش جات عنده قال لها بكل هدوء: جبدي داك الورقه اللي عطيتك وقرايها دابا. باختصار الورقه مكتوب فيها: عندي متفجرات في الحقيقه. متفجرات في الطياره. وباش يزيد ياكد لها هادشي طلب منها تجلس حداه، وبالفعل جلست حدا ديك المضيفه وفتح ديك الحقيبه. كانوا اصابع الديناميت ولا تي ان تي. المضيفه تحطت في واحد الموقف اللي ما تمناش لعدوك. خونا ديبي كوبر فاش شاف المضيفه مستريسي ومخلوعه وما نقدروش نعرفوا شنو ممكن دير في ديك اللحظه، فراه زرب عليها وقال لها: غادي تاخدي ورقه والسيلو وغتقيدي بالحرف شنو غادي نقول لك، وهادشي اللي غادي تكتبي غادي توصليه للبيلوت ديال الطياره. الهضره اللي قال ديبي كوبر في هذه الرساله ماشي طبيعيه الاخوان. خونا دخل في الموضوع نيشان طول وعرض: معاكم مهله الى الساعه 5 فقط، تجيبوا لي وتدبروا لي فيها 200,000 دولار وتكون كلها من اوراق من فئه 20 دولار، ولا غادي نشتت الطياره باللي فيه. في الكماله ديال الرساله كان كاتب: الفلوس اللي غتجيبوها لازم تحطوها في حقيبه الدار وجيبوا لي معاها 4 مظلات، ولما نوصل الى سياتل وتهبط الطياره جهزوا لي في مكان الهبوط خزان وقود بالكامل جاهز للاستعمال. الغريب في هادشي هو انه استولى على الطياره ووصل للهدف ديالو اللي هو الفلوس بطبيعه الحال. فعلاش بغى داك البرميل ولا داك الخزان ديال الوقود؟ الجواب على هذا السؤال غادي نرجعوا ليه، غير تبع معايا حتى الاخر وغادي تفهم كلشي. الطياره وصلت للوجهه ديالها وهبطات في سياتل. وفاش هبطات ديبي كوبر قال لكاع الركاب اللي كانوا 36 راكب باش يهبطوا بالزربه. موراها جاو البوليس وجابوا ليه داكشي اللي طلب بالضبط، عطاوه الفلوس، عطاوه حقيبه الدار اللي فيها 200,000 دولار من فئه 20 دولار، وعطاوه حتى المظلات اللي طلب. ولكن هنا غادي يكتشفوا بلي الخطه ديال ديبي كوبر يلاه بدات. ديبي كوبر من بعد ما تلقى الركاب وخدا داكشي اللي بغا، خلى معاه في الطياره الطاقم ديالها اللي هما الكابتن ديال الطياره والمضيفات ديالو. من بعد ما عمروا البلان ديال الطياره، ديبي كوبر غادي يبقى غير هو والطاقم ديال الطياره لداخل. ديبي كوبر قال البيلوت ديال الطياره غتشد ليا الطريق ديال المكسيك. البيلوت ما كانش من العاكزين، ديمار الحديده وقصد المكسيك. موراها قال للمضيفات: غادي تدخلوا عند الكابتن لداخل وغادي تسدوا عليكم الباب. انا مريض بغيت نريح راسي، سدوا الباب سيروا خليوني لراسي، انا غنبقى هنا بوحدي. وداكشي اللي وقع. دخلوا سدوا عليهم الباب وبقى ديبي كوبر بوحدو في الطياره اللور. هما ما فهموا والو، علاش سد عليهم الباب وعلاش المكسيك بالضبط، ما فهموش شنو اللي واقع. وهما مازال كيفكروا في شنو واقع وكيقلبوا على الحل. الصوت ديال اللي هو كيدخل الطياره، والبيلوت كطلع ليه رساله انذار باللي شي باب من البيبان تحل. فبالزربه خرجوا يشوفوا شنو واقع، فكيلقاو ديبي كوبر ما كاينش والباب ديال الطياره محلول. وايلي قال لهم غادي نمشيو للمكسيك، فهما راه باقي ما وصلوش شنو اللي واقع وشنو اللي كيدور في الدماغ ديال ديبي كوبر. التفسير الوحيد اللي كاين هو ديبي كوبر لبس المظله، هز الفلوس
وتلاح في البيك. صحاب فري فاير كنشوفكم. فخلينا نرجعوا شويه في الاحداث ديال القصه. في الاول كنت قلت لكم على الحطه اللي كان لابس لبسه الكحله والمونطو والكرافاطه. ديبي كوبر قبل ما يتلاح حيد الكرافاطه وحطها في الطياره. علاش دار هادشي والله ما عرفتش، ما غتثقل عليه، ما غتعنكشو، ما والو، ولكن فكر انه يخليها لهم دليل، بغى يسهل على البوليس الخدمه. ولكن راه مع النزله ديالو من الباراشوت غادي تكون لي هذه اعظم واغرب عمليه خطف وقعات في العالم. غادي تقول لي اش من اعظم واغرب عمليه، هو مخلي وراه دلائل ووجهه باين ومكشوف، يعني البوليس دغيا غادي يشدوه. فخليني نقول لك عزيزي المتابع بلي الاحداث اللي جايه غادي تصدمك اكثر من الاحداث اللي دازت، فبلا ما تستبق الاحداث وتبع معايا حتى الاخر. من بعد ما رجعت الطياره بدات التحقيقات بشكل مكثف باش يوصلوا لهاد خونا اللي سميتو ديبي كوبر، باش يعرفوا شكون هذا وعلاش وكيفاش. ومن بعد التفتيش العميق والطويل والتفتيش على ابسط الدلائل، فراه ما قدروا يوصلوا حتى شي حاجه من غير ديك الكرافاطه اللي هو بغى يخليها لهم، حطها لهم في كرسي كادو. وفي نفس الوقت نشروا الارقام التسلسليه ديال الفلوس اللي كانوا عطاوه، فاش يفكر يصرف داك الفلوس ويتعامل بها اون فوا غادي يشوفها شي واحد فراه غادي يبلغ به للبوليس. خطه ذكيه باش يطيحوه بلا حتى شي مجهول، فراه غادي تسناو حتى غادي يعيط عليهم شي واحد اللي غادي يكون تصرفات عنده ديك الفلوس وغادي يقول لهم فين كاين، وبكل بساطه غادي يمشيو وغادي يشدوه. البوليس بقاو على هذا الحال 9 سنوات، 9 ديال السنوات بلا حتى شي تطور في هذه القضيه. حتى شي واحد في العالم ما كيعرف شكون هو ديبي كوبر. التفاصيل اللي كانت عندهم هي رسمه قدروا يوصلوا ليها من الوصف اللي عطاهم الطاقم ديال الطياره. فراه فات 9 سنين كامله ما لقاو ليه حتى شي اثر. ولكن سنه 1980 كان واحد الدري صغير اللي عنده 8 ديال السنوات، كان في واحد المنطقه اللي ما عرفتهاش بالضبط صراحه، ولكن لقى واحد الساشيه ديال الكارطون اللي فيها الفلوس. هاد الساشيه كان فيها 5800 دولار من فئه 20 دولار. وفاش شافوا الارقام التسلسليه لقاو باللي هما نفسهم الارقام اللي كانوا عطاوهم لديبي كوبر واللي كانوا تعلنوا عليهم في القنوات ديالهم. يعني هاد الفلوس 100% ديال ديبي كوبر. هما فاش لقاو ديك الفلوس في ديك المنطقه اللي وراهم داك الدري، طاحت عليهم فكره انه في ديك المنطقه ضروري ما غادي يكونوا شي ادله ولا شي حاجه اللي غادي تقدر توصلهم لديبي كوبر. فداروا وحده من اكبر عمليات التفتيش والتمشيط في ديك المنطقه، قلبوا بالليل وبالنهار. داكشي علاش بغيت نبشركم باللي ما لقاو والو من غير داك الكيس اللي لقى داك الدري. وداكشي علاش البوليس قرروا يوسعوا النطاق ديال البحث في كاع الولايات الامريكيه. ومن خلال التحقيق اللي داروا والتوسيع ديال النطاق فراهم ولاو شاكين في اكثر من 800 شخص. واللي زاد صعب عليهم المهمه هو ولاو الناس كيتصلوا بهم وكيكذبوا عليهم وكيقولوا لهم حنا ديبي كوبر. فالعدد ديال الناس اللي دخلوا للتحقيق ولا فريمون ولا كبير وصعابه القضيه. داكشي علاش اللي ولاو كيشكوا فيه انه كيكذب كيبعدوه من التحقيق. التحقيقات بقات مستمره نهار على نهار حتى اكتشفوا باللي ديبي كوبر في الحقيقه السميه ديالو ماشي هي ديبي كوبر، وسميتو الحقيقيه هي دان كوبر. استمرت التحقيقات على امل انهم يلقاو هذا الشخص اللي سميتو دان كوبر، واخيرا قدروا يوصلوا لواحد الشخص اللي سميتو ريتشارد فلويد. هذا ريتشارد فلويد كانوا عنده سوابق في سنه 1972 وبالضبط من بعد 5 شهور على العمليه اللي وقعت للطياره اللي خطفها ديبي كوبر. هذا ريتشارد خطف طياره، والغريب هو بنفس الطريقه اللي خطف بها ديبي كوبر الطياره الاولى. ركب الطياره، عطى المضيف الورقه، طلب الفلوس، خدا المظله ونقص حتى هو من الطياره. البوليس شكوا باللي يقدر يكون هو نيت ديبي كوبر، حيت يقدر يكون ملي شاف اللقطه الاولى صدقت ليه ولا العمليه الاولى صدقت ليه فجرب يعاودها المره الثانيه. ولكن من بعد التحقيقات والتقلاب من هنا ومن لهيه والتفتيش وكل شيء اكتشفوا باللي انه ماشي نفس الشخص للاسف. يعني ريتشارد فلويد غير شخص عجباتو الفكره وتانسبيرا من ديبي كوبر، فقرر يدير بحالو. شدوه البوليس وضربوه ب 45 سنه. القضيه بقات مستمره حتى غادي يجي واحد الشخص وغادي يعترف باللسان ديالو وغادي يقول انا هو داني كوبر. عارف غادي تقول لي ياك بزاف ديال الناس جاو واعترفوا كلهم كيكونوا كذابين، كلشي عندك فيه الصح، انا متفق معك. ولكن الامر هنا مختلف تقبيه، حيتاش هذا الشخص هذا اعترف للزوجه ديالو وهو في الفراش ديال الموت. شاف راسو ما بقى ليه والو ويودع، قال علاش غادي ندي معايا هذا السر ونخلي الدنيا مرونه ومقربله ورايا. صافي مشيت اللهم نعطيهم ونقول لهم شنو كاين. الزوجه ديالو تشوكات وتصدمات، يعني ما تقبلاتش الوضعيه. داكشي علاش عيطات على البوليس باش يجيو يحققوا معاه. وداكشي اللي وقع، البوليس جاو وبداو كيحققوا معاه وكيسولوه الاسئله، داكشي الروتيني ديال البوليس راك عارف. لقاو الاسم ديالو دوين ووبر، ومن خلال الاجوبه اللي عطاهم على الاسئله فراهم اكتشفوا باللي كذاب. كيفاش اصاحبي كيفاش انت على فراش الموت وفيك هاد الفعايل هادو؟ انا غادي نموت، انا ميت علاش ما ندير شويه الحماس. اللحظات الاخرى خصها تكون حماسيه.
هكا كان كيفكر. مور هادشي استمر التحقيقات نهار على نهار، عام مور عام، حتى وصلنا لعام 2011 فين ولا العدد ديال المشتبهين اكثر من 1000. يا لطيف، واش متخيلين العدد ديال الملفات اللي ولاو عندهم؟ بقات الامور بحال هكا حتى وصلوا لعام 2016 فين غادي تعلن الاف بي اي باللي غادي تسد هاد القضيه في مره، وانهم عجزوا على انهم يحلوها. كنظن باللي دابا غادي تكون متفق معايا باللي هذه اعظم واغرب عمليه خطف اللي وقعت في التاريخ، واللي التحقيق فيها استمر لمده 45 سنه متواصله بلا حتى شي فائده. فهبطوا التعليقات وكتبوا لي الراي ديالكم، شنو ممكن يكون وقع لداني كوبر؟ واش غادي يكون طاح ومات من الطياره، ولا غادي يقدر يكون هبط بسلام وتمتع بالفلوس ديالو، وكيفاش غادي يقدر يصرفها بلا ما يعيقوا به؟ كملتي معايا الفيديو حتى لهاد اللقطه ما تنساش لايك، حط لي معاك شي كومونتير يكون زوين، خلي معاك سبسكرايب باش يوصلوك فيديوهات كاملين. نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.